بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم شوية عن أخبار النادي الأهلي بعد خروج النادي الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية أمام نادي باتشوكا المكسيكي، وضياع فوز مفيش أسهل من كده، ويمكن ما يتكررش النادي الأهلي الوضع ده والموقف ده لسنوات قادمة. فدلوقتي الاتجاه في النادي الأهلي إلى تعاقد مع لعيبة جدد لتدعيم صفوف الفريق، وتم فعلا التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري ونجم الأهلي السابق. وفي أقوال بأن في بعض اللعيبة المصريين والأجانب الإدارة بتفكر التعاقد معهم، زي محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق ومدافع نيس الفرنسي، وزي محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، وزي إليو ديانج لاعب الخلود السعودي ولاعب الأهلي السابق، وزي أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري ولاعب الأهلي السابق. فبالنسبة لمحمد عبد المنعم تم أخذ موافقته على إنه ما عندوش مانع إنه يلعب لنادي الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا في شهر 6 القادم، لكن هو عاوز النادي الأهلي يتفاوض مع فريقه، لكن هو عنده الموافقة المبدئية للعب. كذلك محمود حسن تريزيجيه برضو النادي استطلع رأيه وما عندوش أي مانع، لكن بشرط التفاوض مع ناديه. طب اللعيبة دي هتيجي امتى؟ هتيجي في نهاية الموسم. في نهاية الموسم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معروف ان محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري ما ينفعش يجي في يناير، يناير اللي جاي. ليه؟ لان هيبقى ده تالت نادي يروح له، فاذا جه هيجي في نهاية الموسم. طيب ده بالنسبة للعيبة اللي هم لم يكونوا او مش على قوة الاهلي حاليا، يعني نقدر نقول كده. طيب بالنسبة لأليو ديانج ده لاعب الخلود السعودي، معار من نادي الأهلي لنادي الخلود السعودي. وأحمد عبد القادر معار من النادي الأهلي لنادي قطر القطري. فاللعيبة دي أحمد عبد القادر هيرجع إن شاء الله بنهاية الإعارة، إليو ديانج هيرجع برضو بنهاية الإعارة، بس بشرط المدير الفني مارسيل كولر يوافق على رجوعه. وزي ما قلنا تريزيجيه ومحمد عبد المنعم لابد من موافقة ناديهم. طيب في لعيبة تاني أجانب بقى، زي إيه؟ بغداد بونجاح لاعب الشمال القطري ومنتخب الجزائر. في أقوال بتقول إن الأهلي بيفكر في ضمه بغداد بونجاح، وده طبعا لازم يبقى باتفاق مع نادي الشمال القطري وبموافقة اللعيب بغداد بونجاح. دي الأسماء المطروحة على النادي الأهلي لانضمامها لصفوف النادي الأهلي عشان يلعبوا معاه في بطولة كأس العالم للأندية بأمريكا في صيف 25. نقول تاني في عجالة كده الأسامي: محمد عبد المنعم، محمود حسن تريزيجيه، إليو ديانج، أحمد عبد القادر، بغداد بونجاح. وتم التعاقد مع حمدي فتحي. بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، ونشوفكم في لقاءات قادمة ونقول سلام عليكم.